استدعاني الشيخ عبد الله سالم الصباح وقال لي عندنا فريق للبحث عن المياه قد يضطر دخول حدود المملكة العربية السعودية، فأريدك أن تخبر جلالة الأخ الملك سعود بهذا الشيء. أرسلت برقية للملك سعود قال لي روح بلغه نعم إذا أراد أن يبحث عن الماء للكويت في مدينة الرياض فالله يحييه. الآن عدت بي إلى 60 سنة في الماضي. أنا كنت في بلغراد وشارك وفد بلادي في مؤتمر دول العالم للانحياز، فوصلت برقية لرئاسة الوفد يطلب من الوفد عودة جميل الحجيلان إلى الطائف فورا. رحت إلى الطائف وهناك علمت أن صدرت الإرادة الملكية بأن أكون أول سفير للمملكة العربية السعودية في دولة الكويت المستقلة حديثا. وكرمني جلالة الملك سعود رحمه الله بمنحي هذا السيف اللي وراي. في ذلك الوقت كان السفراء السعوديين للدول العربية يحملون السيف كرمز من قوة العلاقات ما بين البلدين. حملته معي من الطائف مع ختم السفارة ولم يكن معي أي موظف. كان مطلوب مني السفر بشكل عاجل حتى يتسنى للمملكة العربية السعودية يكون سفيرها عميدا للسلك الدبلوماسي في دولة الكويت. لما كنت مدير عام إذاعة وصحافة ونشر قبل أن أعين سفير الكويت كانت المملكة تساند انضمام دولة الكويت إلى الجامعة العربية. جاني تليفون من الملك سعود الله يرحمه شخصيا وقال لي بلهجة المستبشر جانا خبر الآن أنه الجامعة العربية قبلت دولة الكويت كعضو فيها. كان فعلا مستبشر وأنا أبغاك تعمل تعليق سياسي يليق بالمناسبة هذه. قلت له أمرك طال عمرك. هذا مظهر من مظاهر يعني حرص المملكة العربية السعودية على علاقتها مع الكويت. رغم يعني ما طرأ من تبدلات سياسية جديدة في المنطقة لم تنل هذه التبدلات من قوة العلاقات بين البلدين. وأعتقد أنه يعني كانت تجربة 1990 الملك فهد الله يرحمه كان يقول يعني ما يجري على الكويت يجري علينا، يعني بلد واحد. ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا. وهذا الإحساس موجود، المصير واحد يعني بلا شك. يعني أظل دائما إحساسي بعلاقتي بالكويت تختلف إلى حد ما عن مشاعري إزاء الدول الأخرى. على الصعيد الأسري كنت سعيد هناك، وزوجتي لما سمعت من إذاعة المملكة خبر تعييني وزير الإعلام اعترفت بعد كده، قالت إنه بكيت أنا كنت سعيدة في الكويت.